بعد ما سويت الحمص هحطه على جنب واصفيه من المي. شوفوا معي شو راح اعمل. اول شي طبعا هنا حطيت بالطنجره الزيت النباتي ومعهم البصل المفروم. طبعا بمجرد ما يغلي معي البصل بضيف الفلفل الاخضر ومعجون الطماطم، وراح احط طبعا البهارات، لانه بما انه الاكله ما فيش فيها لا لحمه ولا دجاج، هي راح تكون نباتيه. راح احط بهارات اللحمه متوفر عندك، والفلفل الاسود. راح اضيف الشطه الحمراء، وكمان هنا راح اضيف الكركم بيعطي لون كتير حلو للصلصة. وبعدين بضيف المية المغلية عليهم، مجرد ما تغلي معي وهيك تاخد يمتزج كله مع بعضه لمدة 10 دقايق بضيف الخضرة المتوفرة عندي وهي الكوسة. قسمتها لنصين. الخضار اللي ممكن تضيفوها اللي هي البطاطا والقرع والجزر، لكن هذا كله احنا مش متوفر عندنا الموجود وبنحطه. هلا راح نحط فوق، بدنا نبخر البصل. قطعته على شرايح وحطيت الحمص المستوي حتى ينكه، هي البصل مع الحمص بيعطي نكهة كتير طيبة. هلا شو راح اعمل بالمفتول اللي فتلته؟ راح احط المكونات هون: الماجي معلقتين كبار مع معلقه كركم مع معلقه الشطه الحمراء، وبخلطهم كلهم مع بعض هو ناشف. بعدين بضيف السمن، حوالي كوب من السمن، وبحركهم بشكل كثير منيح كله يمتزج مع بعضه. وبضيف عليهم مرق الماجي حتى يتشرب المفتول. طبعا ممكن تضيفي مرق اللحمه او مرق الدجاج حسب المتوفر موجود عندك. وبعدين بعد ما يتشرب هيك بتركه على جنب. ضروري يكون المرق دافي. بعد ما استوى معي البصل والحمص تبخروا، راح اعمل طريقه اليخني. اول حاجه راح اضيف زيت النبات مع معجون الطماطم والفلفل الاسود، وكمان حتضيفوا القرفه بتعطي نكهه كتير طيبه، ومع البهار اللحمه، وبتحطوا بودر الماجي وبتحركوه كتير منيح، وبتضيفوا عليه المرقة الحمراء اللي احنا عملناها في الاول. وبعدين بنضيف عليه البصل والحمص وبنحركه كتير منيح، وكمان بنعمل اضافة للمرقة الحمراء عليها، وبنخليه يغلي غلوة غلوتين، وهيك بيكون اليخني جاهز. خلصنا من اليخني حنرجع للمفتول. طبعا المفتول هحطه بالطبيخة فوق، ولازم مجرد ما يتبخر معي لمدة 15 دقيقة بكون استوى، لأنه هو في الأساس مستوي. هلا صارت أكلة المفتول جاهزة للتقديم وللأكل. طبعا عشان أقدمها لازم بالأول إن أحط المفتول وأشربه بالمرق الأحمر، وبعدين بضيف عليها البصل على الوجه والحمص. زي ما انتم شايفين المنظر ما أحلاه ما أطيبه، بشهي. وأضيف كمان الخضار، طبعا الخضار اللي انت حابة تضيفيه. أنا ضفت عندي الكوسة لأنه هذا المتوفر عندي. وهيك كانت عندي أكلة المفتول النباتي، أكلة طيبة وشهية جدا. جربوها، وصحة وعافية.